أعلنت نقابة المحامين العراقيين مساء اليوم الخميس عن اغتيال أحد أعضائها من قبل مجموعة أشخاص داخل مكتبه جنوبي العاصمة بغداد دون الإفصاح عن هوية الجناه. ذكرت النقابة في بيان أن مجموعة لم يتم التعرف عليهم لغاية الآن اقتحموا مكتب المحامي عدنان النعيمي في منطقة الدورة جنوب بغداد وقاموا بطعنه بالسكاكين حتى الموت. أشارت النقابة إلى أن الكاميرات المراقبة أظهرت وجوه الجناة، كما تم العثور على هاتف نقال يعود للجناة سقط أثناء العملية، مضيفة أن رئيس غرفة محامي الدورة توجهوا إلى مركز الشرطة لإكمال الإجراءات القانونية ومتابعة القضية سعياً للتوصل السريع لمعرفة الجناة وإلقاء القبض عليهم بأسرع ما يمكن لينالوا جزاءهم العادل. هذا وسبق أن تعرض عدد من المحامين في العراق إلى الاغتيال على يد مجهولين، كان منهم المحامي جبار الكرم الذي أوكل بالدفاع عن المتظاهرين المعتقلين في محافظة البصرة في العام 2012. كذلك قتل المحامي والناشط حيدر الناجي إثر تعرضه لإطلاق النار في البصرة أيضا. لكن في العام 2021